بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح متن عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه. عنوان بوسا مزورو أول ما يجب على المكلف. الناد المكلف ذنوة هو الإنسان الذي تحققت فيه شروط التكليف. طبعا الإنسان يمر بمراحل. بعد الميلاد يمر بمرحلة اسمها مرحلة انعدام التمييز. أقروذ الولد مزي صافي عديم التمييز. مادام عديم التمييز تصرفاته لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن يبرم عقودا. عديم التمييز وري زمير يخدم العقود، وري زمير يخدم تصرفات، وري زمير في الزنز ولا ذياغ ولا ذيرهن ولا خطر. عديم التمييز هذا سيوت المرحلة اسمها مرحلة التمييز. مرحلة التمييز معنى يميز بين العقود والتصرفات بشكل مجمل جلوبال هكا. إذا ما لقشوش يسعى 5 سنين كاين ذا غزنزاغ، ولكن يفهم كان هكا بشكل عام ويفهم التفاصيل، ما يقدرش يدخل في التفاصيل لأنه وصل مرحلة يميز بين العقود والتصرفات والأفعال ولكن بشكل مجمل. وبعدين أدس المرحلة مرحلة الرشد. طبعا باختصار بهذه التفاصيل الفقهية. لذلك رب سبحانه وتعالى مثلا في وجل فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لذلك الآية القرآنية لم تحدد عمرا معينا، لم تحدد سن معينة. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لذلك صار خلاف في ضبط وقت الرشد متى، والقانون لازم يتدخل. أن كثر ثمورتنا سن الرشد 19 سنة. لو كود سيفيل القانون المدني ضبط المسألة، قال لك 19 سنة لابد أن يتدخل القانون. لابد علاه؟ خاطر باش ما يبقاش في ممكن واحد لو كان ما كانش هذا الضبط يكون يتيم عنده 30 سنة يقدر يقول هذاك الولي يقول ما نعطيلوش، ما هو يعرف صلاحه، ما نعطيله ولا شيء. هي أمواله ورثها من والده، ولكن ما يقدرش يعطيله بدعوى أنه ماهوش راشد. لذلك القانون يتدخل ويضبط المسألة. قال لك 19 سنة إلا إذا طارئ من عوارض الأهلية، يعني أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب. كالجنون ممكن واحد يوصل 19 سنة ويجن يفقد عقله، هنا رفع عنه التكليف، سواء التكليف الشرعي ولا التكليف القانوني، وغير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته. أول واجب على من كلف ممكنا، وذكرنا المرة اللي فاتت، من نظر أن يعرف. معناتها يكون عنده العقل الذي يمكنه من النظر. لذلك الفقهاء كانت قاعدة مفادها العقل مناط التكليف. 3 مسائل: العقل مناط التكليف. لو كان يون ذا سيروح لعقليس وسنقرر الزال الغوزو من داي، لأنه يروح لعقليس يسلف. العقل هو مناط التكليف. ثم إنك الله والرسل بالصفات، معناه وقي اللي عنده هذا العقل الذي يمكنه من النظر فيعرف أن يعرف. هذه نهاية البيت الذي ذكرناه، أن يعرف الله والرسل. معناه هذه السين ربي
بعقله. المرة اللي فاتت قلت لكم وأعيد، أبو بكر الصديق قيل له كيف عرفت ربك؟ أمي إنيس عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. دخلت صف عدة معاني. المعنى الأول أن الله هو الذي رزقه بهذا العقل، ويسيف كان العقل ربي يغديف كان نعمة العقل. لذلك الشرع أمرنا أن نحافظ عليها وجودا وعدما. ما المقصود؟ أمرنا الشرع أن نحافظ على العقل وجودا من حيث الوجود، بأن أمرنا بإعمال العقل. ربي إني في كيغا العقل استخدمت ولي القلب يجي العقل ما إلا لا ذري ما ذري يفكيك ربي مليار استخدميت باش تجدي السمثة تكتنزه، لا تستفيدوا منه ولا يستفيد منه الناس ولا تستثمروه، لا لازم يشتغل ويزكى لأنه وعاء للزكاة. والإنفاق انفق أما في المولان أما في الدريا أما في إلى أنفق. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ربي يخاطب العقول. إذا كان الإنسان ما عندوش هذا العقل الذي يستوعب يقول له من بعد ربي عطاني مليار ورثته نخليه إفكاد 4 مليار أفجغي السمثة أثفرة أثكنزة ورصرفة ورنفقة لا صافي العقل ذاكي إن ربي سبحانه يبغى يحرك يبغى يخدم وكذا المال إلا كذا قد تستخدم ذو العقل. لذلك الآن نجد أكثر من 1000 آية في القرآن تأمرنا بالعقل، بالتعقل، بالنظر، بالتدبر. لفظ يعقلون، يتفكرون، يتدبرون. هذه من وظائف العقل، هذه من أعمال العقل. ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا بقول كان العقل يعطيك النتيجة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بمعنى العبد يستخدم اللاغيس يستخدم العقل لذلك ربي سبحانه في سورة فصلت يتمثل العقول وللنهى وللألباب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما إلا العبد يستخدم اللاغيس هذا يوضر فيه ولاش خاطئ لكن من بعد ذي هنوان من بعد ذي ثران من بعد ذا قول نورمال أو ما نستخدم العقل النغ أن يسين ربي سبحانه عز وجل. العقل إذا استخدمناه وأعملناه نصل إلى معرفة الله الخالق. لذلك الرواية الحكاية اللي كانت بين العقل والنقل بين العقل والعلم علم العالم وعقل العاقل اختلفوا كل واحد يزوق بروحه. العقل قال وانا الصح ولا تقول من العقل. بيني وبينكم لو كان واحد يروح يزور سبيطر مستشفى يشوف كاع هذا مجروح هذا مضروب هذا عنده المعده هذا عنده السيروم هذا كلش معلق كاع، ولكن كي تشوف تروح لمستشفى الامراض العقليه تقول العقليه تقول يا ربي زيغ فينا نمو العقل كي يبغوا الى الهموم الامراض وكذا، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. نعمه العقل كي تروح تلقى واحد بعقله وبعدين راح له الدروش يسلف أمر مؤلم للغاية. ولذلك المحافظة على العقل كلية من الكليات الخمس أشار إليها الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات بعمق كبير. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل أو العرض، حفظ العقل، حفظ المال، هذه هي الكليات الخمس. العقل هذا أمرنا للمحافظة عليه وجودا بإعماله نعمله باستمرار ونعمله في فهم القرآن. وقد ذكرت لكم في اللقاء السابق العلاقة بين النقل والعقل وما ذكره أبو حامد الغزالي العقل والنقل متلازمان
النقل هو الوحي، العقل هو العقل نعمة. إلا قيسين ونزمير لا نفهم القرآن ونستخدم العقول، لا مش ونزمير لا نفهم لا كتاب الله المسطور ولا كتاب الله المنشور، لا كتاب الله المقروء ولا كتاب الله المفتوح اللي هو الكون، ونزمير إلا قال لا غادي نستخدم يلا. ولكن ننتبه جيدا، العقل هذا لابد أن نحافظ عليه كما قلت من حيث الوجود، وأن نحافظ عليه من حيث العدم من خلال تحريم أمورا، يعني تحريم أمور سواء كانت حسية أو معنوية. الشريعة حرمت علينا أمورا حسية ومعنوية لأنها تؤذي العقل. أعطي لكم مثال، الشعوذة حرام، ونستخدم ناكل الشعوذة هذا حرام، أي غير حرام، خطر يتضر العقل. لماذا حرم الشرع هذه العقائد الباطلة والأفكار الضالة؟ لأنها أيضا تجعل العقل لا يسير في مساره الطبيعي، في مساره الحقيقي. لماذا حرم الشرع الخمر وما قيس عليه من المحرمات، الشراب لا دروغ وكيوكذ الحرام؟ لماذا؟ خطر كثن العقل، كثن العقل. أين كيضر العقل ذي الدين ذي قرض الحرام. صافي ذي النهاية يبغى ربي نحرز العقل لنا، غاس نحرز ذي قيم العقل، هذه خدمة لما بنادم يموت. لذلك أعود إلى هذا الحوار والمناظرة اللطيفة بين العقل والعلم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ يعني يبين الشرف، يبين تجميل ثم قرانت. فقال العلم أنا أحرزت رايته، يزوري زوكسي منيس ثموسني استقر ثموسني تيد الصح في العقل. فأفصح العلم، فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرفا. شوف ابن عاشر إنك ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات. إذن إنك فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرفا. وبعدين ذكر الكلام للعلم، فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف. العلم إن يسي العقل، ربي سبحانه يوصف منيس العقل نفس العلم. وطبعا ذي القرآن إن الله كان عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. الآية الأولى في سورة النساء والثانية في سورة هود، يعني نجد العلم والحكمة نتاع ربي سبحانه. إذن ربي سبحانه عز وجل هو عليم حكيم، فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف. ربي وصف روحه في القرآن الكريم، وصف ذاته العلية باش بالعلم. فبان للعقل أن العلم سيده. العقل خطر العقل يسعى الميزان، العقل لو كان رسالة الميزان لا يعترف تغنات أسيدي لا أنا هو الصح، لا العقل يولى باللي يستعرف، يولى باللي ذي العلم يقسعان الشان عليا. فبان للعقل أن العلم سيده سيديس، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العقل يسوذ نقرو نتمسني ويروح يعترف له. لذلك جماعة الخير الحمد لله ربي سبحانه يفكر العقل. لذلك الحمد ربي على نعمة العقل كثيرا. ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنك أن يعرف الله والرسل بالصفات، يعني ربي سبحانه عنده الصفات، عنده صفات واجبة، عنده صفات مستحيلة، وهذه سترد.
هناك الصفات الواجبة في حق الله تعالى، هناك الصفات المستحيلة في حق الله تعالى، وسيأتي البيان الآن. بعض الصفات من صفات الله عز وجل القدم، فهو أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء. نكون يكن من الله نسعى البداية، كل واحد منا عنده تاريخ الميلاد، من الميلول الفلاني إلى كذا وكذا، بالمري يمثل الله أعلم. صافي الله الديبيو لا فان، بداية والنهاية. الشيخ محمد الحسين مولاش تصبحيث ونسايث مديث هادي الشرقية طيج يولي قني ينصف واس، هادي بعد الزوال شوية شوية بقى على خير يغلي طيج. ولا ذنكني إخواني الكرام، كل البشر بل كل الكائنات الحية مآلها إلى زوال، وكل الكائنات لها بداية، وكل مخلوق له بداية. لو كان نقول لك بيني وبينك متى ولد آدم؟ طبعا فيه محاضرات ذكرناها منذ حوالي 6 سنوات ولا يعني في بداية الخلق، وذكرنا واش قال الفلاسفة، حوار شيق وقوي ونقاش بين الفلاسفة وبين الفيزيائيين، قواسم مشتركة، حقل المشترك للفلاسفة 30% تبدا الدونيث، وللفيزيائيين من بعد لحقا الرياضيين اصحاب علم الرياضيات. طبعا لا افصل في الموضوع خاطر والا يروح الفقه، احنا نروحوا هذه فقط اشاره باش نقولوا لرب سبحانه هو قديم بلا ابتداء، هو اول بلا ابتداء، هو الاول والاخر، ولكن ما عندوش ايضا انتهاء. اذا تجي من صفات الله عز وجل، من صفات الله البقاء، كل من عليها فان، يعني كلنا في أواخر سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلى آخره، ثم نفخ فيه أخرى، يعني كنفخة الصعق، ثم نفخة البعث، يعني عالم آخر. ورب سبحانه عز وجل هو الحي الذي لا يموت. إذن لذلك في نقول ولله ميراث السماوات والأرض، هكذا قال ربنا. مواريث الناس تنتقل من إلى يونيكس ثمور، ثم بعد تغال روايض نتسيمو ثغال رويض ويتسجى سوى ثمور تفديل لمولاه، ولكن عندها ثغال من بعد النهاية يكوك الكون، ذا ذرار ذا زغر تزمور أكو عندي خلق ربي الدنيث كل شيء ولا رورس. ولله ميراث السماوات والأرض. والرسل عندهم صفات كثيرة، من هذه الصفات صفة الأمانة. إذا قد يوظن مستحيل نجد رسولا ماهوش أمين، ورب سبحانه اصطفاهم. من صفات الرسل الأمانة، سعن الأمانة. من صفات الرسل الصدق ثيذت. من صفات الرسل التبليغ. سيدنا نوح مشكلة، سيدنا نوح 950 سنة، هذا عمر الدعوة 950 سنة، هذه عمر الدعوة ماشي عمر سيدنا نوح، عمر الدعوة 950 سنة. شيخ الأنبياء كي يخدم السفينة نتاعو شحال ركبوا؟ هي لو كان كل عام يمن واحد يكون عنده 950 واحد، لو كان كل عام عنده واحد فدال مؤمن صافي لو بيلون فينال شحال؟ 950 مؤمن ما عندوش. أقوى الروايات عنده 80، أقوى الروايات، وكان الروايات اللي قلت أقل بكثير. تجد الحيوانات اللي داخل السفينة أكثر من البشر، حاجة غريبة يعني. هذوك بالفطرة، واللي عنده العقل باش يميز به وكذا رايح فيها. لذلك سيدنا نوح يطمع فينا، يطمع في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتشهد له بالبلاغ. أمتنا
فضلها الله عز وجل، شرفها من وجوه التشريف. كان وجوه كثيرة، على الأقل 10 كبيرة جدا. من هذه الوجوه أنها هي أمة شاهدة على الناس، شاهدة على الأقوام السابقة، هل آمنوا أم كفروا، هل كانوا من الطائعين أو كانوا من العصاة، هل صدقوا النبيين أم كذبوا. الأمة تنسلم في شرف ربي سبحانه. نكون أدن الشهد باللي يكل الأنبياء أكن مالان يمشي كاع من ربي سبحانه، أكن مالان الصوت من الرسالة بلا استثناء. أما نوح، يعقوب، يوسف، يونس، إلياس، أكن مالان، يونس، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. لذلك الوحي يعني يطمع في الأمة المسلمة كما ورد في الآثار وفي الأخبار أنه يوم القيامة سين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد باللي كاين الصوضة بلغت الرسالة. وفعلا نشهد بأن جميع النبيين قد بلغوا الرسالة، يعني الرسل قد بلغوا الرسالة، والأنبياء قد بلغوا نبوتهم إلى من أرسلوا إليهم. لذلك رب سبحانه يدينا في القرآن الكريم في سورة البقرة 143 الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي سورة النساء الآية 41: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية هي التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأها على مسامعه الصحابي الجليل ابن مسعود بطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، إلى ما آخر ما تعلمون. مما عليها نصب الآيات، بمعنى من قرأ بعد هذا المقطع سيأتي بيانه بعد حين من خلال الأبيات الأخرى. خاطر سمحوا لي كي نقراو مثلا في القرآن الكريم نقراو يد الله فوق أيديهم ربي يسعى فوس، ونكون نقرا قبيليث فوس ربا تناوض، كي نقرا فوس ربا تناوض، ولكن صافي ربي يسعى فوس، يسعى يزري يتوالي سميع بصير يسل، مي يمشي يسل يمشي يتوالي يمشي توفوسيس الله أعلم. لن ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك. لذلك لا نشبه ولا نمثل ولا نجسد، ولا هذا منهج أهل السنة والجماعة. التكليف وعلاماته، وكل تكليف بشرط العقل، هذا يغاد العقل، وكل تكليف بشرط العقل، معنى لا يمكن أن يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا. قد يسوى العقل مولاش لا تجري عليه الأحكام وترفع عنه الأقلام وزما ديالو يا أخي ميم العبد إلا نسل عقليس ما يطس. ممكن المرأة الأم ترقد على ولدها ويموت وثعمل دارا في أحكام فقهية خاصة بهذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ صاحبه غير آثم، ورفع الإثم يقتضي رفع الحكم، والنسيان ما يتسو تسفوس، ينسى في صلاته ينسى في عبادته وكذا، وما استكرهوا عليه وما مورس على الإكراه. الإنسان كي يكون نائم أيضا يرفع عنه القلم حتى يستيقظ باش يكون مسؤول على تصرفاته بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. البلوغ هذا أمر مشترك، يعني كاين 3 أمور طبعا، وبعدين أو بمني أو بإنبات الشعر هكذا يقول، أو ب18 حولا ظهر. المعنى الإجمالي للبيتين ثمزول يهضر في العقل، والعقل مناط التكليف تسنث يهضر في علامات البلوغ، علامات اللي تخلي الإنسان يخرج من مرحلة الطفولة
ويدخل في مرحلة أخرى، مرحلة الرجولة. مثلا بالنسبة للذكور كاين أمور مشتركة بين الرجال والنساء، بين الذكور والإناث، كاين أمور خاصة بالإناث. الأمور المشتركة كاين ثلاثة: كاين الاحتلام، وكاين السن، وكاين إنبات الشهر. السن معينة، وذا مسألة أيضا خلافية بين العلماء. وذا بالنسبة لابن عاشر يطف 18 10 على ذكر العد السن اللي ما كانش فوقه. ما ذكر الفقهاء أكثر من ذلك. يعتبر الطفل طفل خاطر الطفل ممكن يتوزن غرما من توزن من 7 سنين توزن، ولكن ماشي واجب فلاس. تدريب وهذا مندوب يستحب باش الوالدين يرشدوا ولادهم باش يتدربوا على الصيام منذ الصغر، سي مزيان. لذلك نزار هذه العوايد النغ أقول ذا مشطوح تيكوال نسيك تقصين تيكوال لي مولان بس ينسكر في ذا الصحراء ثورة حسبنا شويه ندير صخور زيادة، يعني حملا صخور هذيك هذه الصخر من بعد يغل كاش نهار يوزوم المال 12 تيجي من بعد تفضل يوزوم يومين 3 ايام 4 ايام وهكذا. والزرا ماشي يخدمني يقشيش ماري ناثقشيش مزور ماري يوزوم شو يستخدم ديال العوايد سفلى وقرموز. سفلى وقرموز اش فاش تساكن سفلى وقرموز؟ ما شاء الله باش ما تيتسوم. حكايه ديال العاصمه انا كاين اسمي يوزن نياس مزورو رفض السفلى وفريجيدير خاطر نسى ولاش قرموز انا كنستخدم كي يرفض السفلى وقرموز انا كنكمي رفض السفلى وفريجيدير داخل الكوزين تبيه الوخام يعني، ولكن يخدمها ساكن يخدمها باش هذه ماركي وثقيسي العوايد يلهان معنتها حدث الفرح اللي يسي مولان بالله يبارك اقلاك تزامض يونواس الله يبارك وكذا فرحان باش يحمل رمضان. لذلك يثمر ثنغا في رمضان يسعى الزهر كثر نزليت أليس كذلك؟ الصيام أكثر حظا من الصلاة، أكثر من الصلاة. الصيام أكثر حظا من الصلاة عندنا. هذا حاجة مليحة من جهة، ولكن من جهة أخرى لازم نعود الترتيب، لأنه حديث ابن عمر بني الإسلام على 5. الصيام يأتي في المرتبة الرابعة بعد التوحيد، بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة الزكاة وبعدين يأتي الصيام وبعدين الحج. طبعا احنا نقوي هذا الشعور نثمنه سي الحمد لله انه رمضان المجتمع نغيف كيس زال دايني كرزن مين بغا داغ ميم نردريسي الشطحه كاي دعوه باش ذاك تزالي تسعو ازاليس ميم ديت الجماعه انت دارت يون من مكسع الحق يحضر تاشيره الحضور فيزا باش يحضر لازم يكون صام. كي يكون صام شهر رمضان تفضل يحضر في الجماعة. نعم باش راه مؤهل باش يتعلم شؤون الرجال ويتدرب ستاج براتيك مع الجماعة. وهذه من العادات الطيبة خاطر هذه العوايد يلهان. لذلك الله يرحم الفقهاء والعلماء والأصوليون اللي أعطوا تعريف العرف. تعرفيف هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم، استقامت من قول أو عمل. وقالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقالوا العادة محكمة. هي العوايد سعنت القيمة كثيرة. لذلك لذلك حتى في الاتفاقيات الخاصة بالطفولة الآن في عالم الكونفنسيون الاتفاقات الدولية الطفل إلى غاية 18 سنة يعتبر طفل. كي وصل 18 سنة لا يجوز تشغيله قبل ذلك ولا 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 ولا. كاين مجموعة من الحقوق خاصة بالطفولة راهي موجودة مثلا في اتفاقية جنيف 1924، في اتفاقية 1959 إعلان تاع 1959، في اتفاقية 89 يعني في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني تجد حقوق غير زرفاني قرذان أنو إذا قروذ ولي الما 18 سنة سي 18 سنة يسعى المسؤولية. لذلك كاين من في القانون الجنائي مثلا كاين ما يسمى بالمسؤولية الجنائية أو الأهلية الجنائية.
كاين الاهليه يوصل 18 سنه باش يكون مسؤول، والا مينور، والا يعتبر مينور لازم الولي طبقا لقانون 4/8/11 وغيرها من القوانين المنظمه لهذه المسائل. المهم كاين ثلاثه مشتركه بين الذكور والاناث، ثم زوره الاحتلام، ثيس سنه السن، وثيس ثلاثه انبات الشعر، شعر العانه، ثم لنت سنث خاصه بالاناث بالنساء، إناث مع البلوغ بدم أو حمل، يعني علامتان في كذا خاصة بالنساء. المرأة كي تحيض تقشيش ميتدوس العادة الشهرية، العادة الشهرية تيوض إلا قد سوزوم إلا ما توزم قدر كان هي خير ولاش داكي خلاص ثبوط بس هذه العلامة يجي معناتها تجري عليها أحكام الشريعة، أو الحمل إذا كانت حاملة. ولا أطيل هذه الأمور معروفة. الآن ندخل في كتاب أم العقائد ومن طوت عليه من العقائد. كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. نبدأ بالصفات الواجبة لله تعالى. وطبعا كي نقولوا هذا العنوان الصفات الواجبة لله تعالى، في المقابل كاين ما يسمى بالصفات المستحيلة. إذن هناك صفات واجبة وهناك صفات مستحيلة. طبعا هذه من مباحث علم العقيدة وعلوم العقيدة، ذاك لا أفصل فيها. لماذا؟ لأنه الإمام عبد الواحد هو لم يفصل فيها أولا، ثانيا موضعها الطبيعي في علم العقيدة ثم فيه تفاصيل كثيرة جدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولكن من جهة أخرى هذا الفقيه ذكي، علاه ذكي؟ لأنه على باله باللي أحكام الشريعة أحكام الفقه لا ترعى إذا كانت العقيدة ضعيفة، ويزمر يونادي يطبق الأحكام من الشرع ما إلا العقيدة أبيبري، أليس كذلك؟ العقيدة أبيبري. وكذا اللي ما يزكيوش، كاين ناس ما يزكيوش، مسلمين ما يزكيوش، تعرفوهم. قلت علاش نزكي أنا؟ كل مرة واحد قال له روح تزكي على روحك، قال له كيف؟ أنا نخدم ليل ونهار ونشوف هذاك الفقير اللي يضربها بالكدا وانا نعطي لهم. وقال فقير، يعني ما قال فقير، هو ربي اسمه فقير، يعني مادام فقير فقير. شنو هذا وراه العقل؟ سي موضوع العقل يا جماعة الخير ما يلزمش يغيب. العقل لازم يكون توجور حاضر معنا. ذلك فقهاؤنا في الوظائف في المهام والمسؤوليات دائما تلقى الشرط الاول يقول ان يكون عاقلا، ان يكون عاقل. ويختلف العقل المطلوب بقدر المسؤوليه التي يتصدى لها. كما نقول واحد مثلا البيرمي، نهضروا على البيرمي. واحد يسوق البرويطه يا اخي بلا بيرمي، عندها الروضه، يسوق تراكتور، يسوق طوموبيل، يسوق كاميون، الكار، لافيون، كل واحد عنده البيرمي نتاعو. البيرمي نطلبوه للطوموبيل ماشي نطلبوه لافيون يقينا، ولا نطلبوه لي بوالور مثلا. هكذا ممكن واحد منا عنده بيرمي يسوق الصغيره هذه ما يقدرش يسوق الكبيره، ما يقدرش، الكاميون يخاف منه. واحد اخر اللي عنده البيرمي ما شاء الله يسوقوا كيما تسوق انت طوموبيل ولا اكثر عادي، أليس كذلك؟ العقل هنا، هذه حبيت نفوت لكم هذه الاشاره. إذا كان مسؤولية كبيرة لازم عقل كبير، لازم يتدرب العقل باش يكون في مستوى تحمل هذه المسؤولية، ولا يقول ما نقدرش، لا أستطيع. إذا كان الإنسان يقول لك نقدر كلش، مين في المسؤوليات هذه الإدارية؟ أليس كذلك؟ وإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهنا من كوارثنا في الأمة هكذا، أي واحد يقول لك نقدر نولي وزير، نولي مير، نولي واش حبيت، من بعد نولي ديبوتي، من بعد عادي. وكي يوصلوا لثم من بعدك تعرف حاشا اللي ما يستاهلش، كاين اللي يقدر لها يقينا، ولكن كثير من الناس هو ما على بالوش واش يقدر وواش ما يقدرش. لذلك العقل، أين العقل هنا؟ يا سيدي سوى الزميغره، والزميغره تقول الزميغره أفضل ماشي الشغل، كل ميسر لما خلق له. موضوع العقل سيلازمنا حتى في فهم الأحكام. لذلك
الصفات الواجبة لله تعالى نبدأ بها. يجب لله الوجود والقدم. إذا كان مزوارو يناد يجب لله، يعني هذه صفات واجبة لله في حقه تعالى. الوجود، ربي موجود، نحن مسلمون مؤمنون، عندنا عقيدة التوحيد، مزرى باللي ربي يلا قبيليت الله موجود واجب الوجود. وكيف غاديني باختصار الإمام عبد الواحد بن عاشر واجب الوجود يلا. يبقى الآن هذيك اللي ذكرنا العقل والنظر والبحث وكذا إلى آخره، كما قال سيدنا إبراهيم الخليل في الوحي يحكي بلى ولكن ليطمئن قلبي، أليس كذلك؟ إذن هذه العلوم والمعارف وكذا واش تزيد؟ تقوي الإيمان بدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكنثر مثمسني بنادم يستخدم العقليس أذ يسين ربي أكثر وفي حمل أكثر وفي قدر أكثر إلى آخر هذا الكلام. لذلك سمعت الآية في سورة فصلت 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في سورة الذاريات من الآية 7 إلى غاية الآية 50. شوف الآية 7 والسماء ذات الحبك، الآية 20 وفي الأرض آيات للموقنين. خلي العقل مع العلم يكونوا في زوج. وفي الأرض آيات للموقنين. الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون. شو برك واش كرمنا ربي بالمطر يا أخي ولوش له تغليد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين. كمل وصل الآية 50 ربي قال ففروا إلى الله. لازم يكون فرار إلى الله. صورة واحدة والله اللي يقراها سوا غير يمن بربي. لذلك الكفار الكبار وهذا كامل كي يخدموا عقولهم يلقاو الحقيقة. إذا كان ما خدموهاش ما يلحقوهاش. ولكن ما يقولوش حنا مسلمين صافي لا باس، الحمد لله يا ربي رانا مسلمين. ولكن لازم نقوي هذه العقيدة، نقوي هذا الإيمان. وربي قال يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، معنى باش نفورتيفي ونعطيو قوة لهذا الإيمان. من مقويات الإيمان التدبر والنظر والتفكر والتزام العبادات وتلاوة القرآن وإلى آخره. إذن يجب لله الوجود، فالله عز وجل موجود وهو أول بلا ابتداء. والقدم يعني رب سبحانه عز وجل كنقولوا قديم بمعنى لا أول لوجوده. القدم تساوي لا أول لوجوده. نكمي كيما رانا كل واحد عنده أول وجوده. ربي قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دوك نسقسي واحد نقول له أنت وقتاش زدت؟ يقول لي زدت في 1980. نقول له في 1978. يقول له ولا شيء تاكل لا اسم ولا رسم ورث اسم ولا شيء. مادام يلو 80 صادر 78 أو 79 ولا شيء لا وجود له. صافي أكل من لا وجود لنا. من أوجدنا هو الله سبحانه وتعالى، فهو الموجد بغير مثال سابق. خالق الكرياتور، نقول الكرياتور الخالق بغير مثال سابق. لذلك ميم الكلوناج نفتح أقواس مهمة. الكلوناج الاستنساخ ليس خلقا، لذلك يخطئ من يسميه أسنلف قبيليث. مرة سمعت في الإذاعة من الإذاعات كي ظهر هذا في سنة 97 يعني كان الحديث نهار اللي نجحت لافير هذيك نتاع دولي في خصي نعجة دولي دارها الكلوناج ونجحت. سيتا قرن ثورة نخدم الكلوناج ميم البشر افيوال اكسوف الله ديان
زرما كذا ما شهوت لا ديان خليه من الخلايا ديان اكيد تشوف فوتوكوبي مش شيني فرحان خاصة صنفان من الناس الأغنياء والأذكياء. أما وصار جدل خطير يعني قالوا أما أنتم يا فقراء ما تحتاجوش الكلوناج بزاف عليكم حياة واحدة بزاف أنتم مليح تموتوا برك فقراء. أما اللي قال لك مين في الأذكياء ما هو المعيار؟ قال لك الحاصلون على بري نوبل اللي تحصلوا على جائزة نوبل للعلوم هما يعني كلام ما عندوش. انا ورنا في الوقت من بعد السلاح ديال الاذاعه التقبايليت يا اخي لا تيرمينولوجيا المصطلح تظهر مصطلح جديد كيفاش يلقاولو ان اساس سنو الفون من بعد ثم بديت ندير الجامعه خدمه الدرس يعني في درس كان ناس جماعه الخير الى قنص نقرز سنو الفون لا ربي دي سنو الفون خاطر هو يخلق من العدم سميه سمسال سميه زام كسميه مي نادي دواء الواير ولي المسنون دي مسلايت تقبايتي تشوف ولكن اسمو الفو خاطر كي تقول اسمو الفو معناه يشوف غادي تسيولاش لذلك ربي سبحانه غير هو اللي يخلق من العدم. كذا البقاء اذا كي نقول القدم لا اول وجوده كذا البقاء ايضا هذا لا يلحقه عدم لا يلحقه عدم. نحن نعم نعيش في دار يقول لك الحياة أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. الفناء هنا المقصود الموت خاطر من بعد نروحوا للرحلة النظام تبدا الرحلة الفلسي مطون الإنسان كيجي للدنيا عادة يبكي وأحيانا يضحك لا أدري عالم من العالم وإن كان درك اللي ديرني طون غير يبكيو يعني خاطر الفقهاء يقول لك أن تظهر عليه علامة من علامات الحياة سيني دو في ممكن يبتسم ممكن يحرك ممكن يبكي الآن يبكون عادة يعني وتعرفون لماذا يبكون لما ينتظرهم في الحياة هذه. وأوسطها عناء دنيث ذي العفاف ذي المحنة وآخرها فناء. ولكن رب سبحانه عز وجل لا يلحقه عدم فهو حي لا يموت. كذا البقاء والغنى. معنى الغنى ذاك شو يقصد؟ معناه لا يفتقر إلى غيره الغني ربي ذي الغني رب سبحانه عز وجل يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره فهو حي غني قيوم يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. كلنا فقراء إلى الله لكن من لا ذيه الليل لو كان هذا يحبس شوية الأكسجين قال الهواء شوية كان يحبس يا أخي بقى على خير بقى على خير. لو كان يحبس الومان ولا شمان غير الفرح الغاشي من ذكر هو ذمان وجعلنا من الماء كل شيء حي. سورة الأنبياء الآية 30 ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رزقا ففتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الغذاء القوت الكساء الإيواء الدواء يكفي كذاكي مقومات الحياة كانت ربي سبحانه. وبعدين فيها ترتيب أولوي طبعا ولكن ربي سبحانه لا يحتاج إلى أحد منا. عبادتنا ما تزيد له ولا شيء إذا كان ما عبدناش ما ينقص منه شيء. تصوروا معايا كل الناس يكفرون بالله من بعد عادي ربي سبحانه لا ما ينقصش من العزة نتاعو ولا من قيمته ومشانه ولكن لو عبدوه جميعا أيضا ما يزيدوش في شانه. لذلك ربي ذي الغني ولي حواجارة وغي حواجارة لا يحتاج نكونيك حواجل نكونيك حواجل ربي سبحانه. لذلك ابن عطاء الله ربي يرضى عليه في عطائياته في حكمه العطائية يقال من وجد الله فماذا فقط وين يفهم ربي ولا شو يصير ولكن من فقد الله فماذا وجد وين يريف ربي فما شو يقول كي نساغ العقل هذه زوخس العقل ويتسير ربي كيف كان العقل هذه زوخس العلم كاين انا عندي علم كبير هذه زوخس واش هي زوخس المال. من اعتمد على عقله ظل من اعتمد على علمه زل من اعتمد على ماله قل من اعتمد على الناس مل
من اعتمد على الله فلا ضل ولا زل ولا قل ولا مل، خطر رب سبحانه عز وجل. كذا البقاء والغنى المطلق عام، يعني رب سبحانه عز وجل كوينك ساعة بإطلاق بلا حدود. ما نملكه نحن محدود، أكيد يلا شكون اللي عنده بصر 10 sur 10 الدين ضنكين، لكن انظر ما وراء الجدار دون تولي صافي بصرك محدود. الشم الدين ضاكين غا كذاكي دي لوتيسمون يدينا واش يسبوناكو ويسب ثغريفين ويسب الخفاف ويسب. كاين واحد الناس على بالك يمشي في الباطنات والله غير تيسترنا كيمشي غير ماشي السبون الخفاف مليح هذا الشيء خاطر معنا كاين ذاك السبون يشم وكاين اللي ولاش. طيب ولكن هل نقولوا من العين الحمام شوف بالك واش طيبوا يقول لك ما قدرش ولا يقدر، يعني محدوده. كذلك السمع محدود، شحال تسمع صوتك تقول انا عندي واحد الرادار يلتقط الاصوات ولكن محدود. وكي نقارنوا رواحنا بالحشرات وبالحيوانات ونشوفوا العجب وين بانوا حنايا ما نبانوش. كاين وين تلقى خلق من خلق الله عنده بصر اقوى منا 100 مره، هذا اللي عنده 10 sur 10 تلقى هذا الخلق من خلق الله يبصر اكثر من الانسان 100 مره. وكاين هذا موضوع اخر، موضوع في الاعجاز راه خير، لا حول ولا قوه الا بالله. ربي قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، ليس كذلك. اذن ولكن رب سبحانه اللي عنده هذه الصفات كامل بإطلاق، علم مطلق، قدرة مطلقة، إرادة مطلقة، كل شيء مطلق بلا حدود، لا تحده سدود، لا تحده حدود ولا سدود. وبعدين وخلفه لخلقه بلا مثال. ما معنى خلفه؟ معناه مخالفته للحوادث. خلفه معناه يخالف جميع الحوادث، لا يمكن أن نشبه المخلوقات بخالقها. قلت لكم مرة اللي فات حينما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له صف لنا ربك، قال سبحان ربي لا يدرك بالحواس. هذيك الحواس اللي قلنا لها محدودة، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء، ليس كشيء في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف هو؟ وخلفه لخلقه بلا مثال. لذلك حينما نقرأ الآيات التي الموهمة بالتشبيه كما يقول علماء العقيدة لازم نعمل بمنهج أهل السنة والجماعة، لا نمثل ولا نجسد، لا نمثل ونتقرب بها كما نؤمن بها كما هي. وبعدين هنا يأتي علماء أهل السنة والجماعة في القرون الثلاثة الأولى يؤمنون بها بلا تأويل وبلا طبعا وبلا تشبيه وبلا تمثيل ولا تجسيد. ولكن علماء أهل السنة والجماعة بعد القرن الثالث الهجري يؤولون بما يتفق مع اللغة العربية ودلالاتها وأسرارها وبما يليق بمقام ربي جل جلاله. داروا ضابطان، يعني داروا ضابطان أساسيان. إذن الضابط الأول هو فهم أو تأويل الآيات القرآنية، مثل يد الله فوق أيديهم، مثل الرحمن على العرش استوى، مثل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا إلى آخره. هذه الآيات إذن يقول لك نؤمن بها بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيد ولكن تأويل. هذا أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة بعد القرن الثالث الهجري، ولكن يؤولون بضابطين: الأول بما يتفق مع قواعد اللغة العربية ودلالاتها، الضابط الثاني بما يليق بمقام الله عز وجل. دايما بلا مثال.
ووحدة الذات ووصف والفعال. اش في المعنى ووحدة الذات بمعنى ربي سبحانه يسعى صفة الوحدانية. لذلك نحن نوحده أدين ربي يون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسفهم؟ من بعد في أواخر البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. مسفهم؟ أدنغال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله عز وجل يسعى الوحدانية في ذاته وفي صفاته. لا ذكرناها قبل حين في سورة الأنبياء 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن يكفى الأمر وحدة الذات. معنى الله عز وجل يسعى الوحدانية في ذاته في صفاته وأفعاله. لذلك جابهم في نفس الشطر من البيت ووحدة الذات ووصف والفعال. المقصود الله عز وجل يسعى نؤمن به وحيدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. كل شيء ينفرد بالوحدانية ولكن البشر لا. البشر عندهم صفات مشتركة. التفضيل ذا من ويزي نجار إلا من ويزي ننسى ناخرس يودا بلومبي إلا بلومبي إلا فلاح إلا فلاح إلا طبيب إلا طبيب إلا القاضي إلا القاضي إلا الشيخ إلا الشيخ. يعني كل هكذا ذا مهندس ذا مهندس ذا مصوت لا تشابه. وبعدين الناس يختلفون باختلاف مداركهم وقدراتهم وكفاءاتهم. هذا شيء طبيعي وفوق كل ذي علم عليم عادي إلى آخره. ولكن رب سبحانه عز وجل بدا يهضر في مانيس إند ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووحدة الذات ووصف والفعال من بعد ند وقدرة إرادة علم حياة. من بعد سمع كلام بصر ذي واجبات. شو المعنى وقدرة معنى رب سبحانه يسعى القدرة المطلقة على أن يفعل ما يشاء متى شاء لأنه يملك القدرة والإرادة. سادتي الأفاضل لو كان نقول لكم مازال العيشة العيشة خلاص في مكة ولكن نفترضوا لو كان مازال العيشة نقولوا كلنا حبينا نروحوا نصليوا العشاء في مكة طبعا مع الشيخ يعني روحوا كامل بغينا نريد ماذا بك ولكن يريد القلب ما لا يقبله العقل. العقل انك لست قادرا خاطر دي فوا اولي فغا العقل سيني سيظهر. لذلك الإرادة والقدرة المطلقة أنا ربي تيسعى ربي يريد ويفعل. مثلا في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم بنس دي غغزن يغسن يغن النكال خلاص يغسن ميثين يموثن إن يسن كد قرض يا محمد صلى الله عليه وسلم باللي للبعث بلد يغال بنادم كذا كومبلي وربي نكبالا قادرين على أن نسوي بنانا ميم لي زومبرنت دوالنت. إذا كاش واحد زور وثيقة في الدنيا لي زاكت لي دوناسيون لي تيستامون ولا كاين اللي يزور يوم القيامة يقول روح لومبرنت هذه نتاعك يقول لك كلخت لهم كاع في الدنيا ما فاقوش بها كاع ولكن في الآخرة لا جيستيس ديفين ثم المحكمة العليا راهي ثم. إذن هذا الجاهلي هذا قال له وربي حكى في القرآن تفاصيل في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها. شوف الجواب قل يحييها الذي
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة هو الله، إذن هو الآن قادر أن يعيد خلقها. وأمر الإعادة أيسر من أمر الخلق الأول، إيجاد بلا مثال سابق. بلا مثال سابق. نعطيه مثال ولله المثل الأعلى. لو كان واحد صنع مثلا هذا المكبر، هذا مكبر الصوت، واللي صنع هذه الطاولة، واللي بنى هذا المسجد، تقول لهم درك ممكن ديروا واحد كيما هذا؟ يقول لك طبعا، لأنه عنده ديجا اكزومبل، عنده صافي قادر يدير حاجة أحسن، يحسنها يطورها. إذا كان الصعوبة وين تكون الصعوبة؟ في البداية، أصعب الأمور بدايتها، ولكن ربي سبحانه يسهل فلاس كلش. بدليل كمل برك الآيات سورة ياسين حتى نوصلوا الآية 82. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله. شوف قدرة وإرادة. شوف ذكاء ابن عاشر رحمه الله، ذكي، يسدوك القدرة مع الإرادة. ثلا القدرة ثلا الإرادة. خاطر ممكن الإنسان يريد بلا قدرة وما على بالوش بلي يقدر أصلا، ما على بالوش بقدراته، فيريد يسبق الإرادة والقدرة. فغو أين من الزمرض، فغو أين من الزمرض. مسألة دقيقة جدا. قدرة وإرادة. نحن معاشر البشر كل شيء محدود، القدرة محدودة، لذلك إرادتنا لابد أن تتفق مع قدراتنا وإمكاناتنا. إلا الفغينا الذي وفق فالزمر فينا لي كاباسيتينا شنو نسعى هادو غير العقل. شكون اللي يوزن كاع هاد الأمور؟ هو العقل، مولاش العقل بيبريكان. لكن الزمر من بعد ثاني يروح ديك السنت ياخذ في كل مجالات الحياة. لذلك مدينة وقدرة وإرادة. القدرة إذن رب سبحانه قادر على أن يخلق ما يشاء وأن يصنع ما يشاء وأن يوجد من يشاء من العدم بغير مثال سابق. إرادة ذكر لكم الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لهو أنت مديتك ربي يسكن فيكون ذا كيف كاد لهو إذا وان دام دينو ديف كارا كل مشي أن دايف غاد غني ثقة لهواني أن دايف غنسى. ذلك الله يرحم ذاك الشاعر اللي قال لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص لك في الدين لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. الله يبارك. كلام يصدر من مشكاة النبوة. بعد شو دينا إرادة علم حياة. العلم علم الله مطلق، علم الله مطلق. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. علمه مطلق. يعلم السر وأخفى، يعلم الظاهر والمستور. أي ربي كل شيء يحصاف، أين يفرم يدي ظهرا لو فيزيبل إلى انفيزيبل. يغدينا ربي سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حياة وحياة الله هي كما يقول علماء العقيدة هي صفة أزلية، صفة أزلية. من بعد سمع كلام بصر ذي واجبات. هذه الصفات يجب أن نثبتها لله، يجب إثباتها لله. لذلك قال ذي واجبات. شوف الصياغة الشعرية الدقيقة لهذه المعاني. سمع كلام بصر ذي واجبات. سمع الله يسمع، أليس كذلك؟ يسمع.
كلام وهي صفة أزلية، ولكن لا نسأل عن الكيفية. لذلك موضوع كلام الله عز وجل القرآن الكريم هل هو مخلوق، هل هو الفتن اللي صارت الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومعاناه من هذه الفتنة. ولكن هذه الأمة سبحان الله كلما عطلت عقلها وكلما ابتعدت عن وحي ربها كلما ظهرت فيها الفتن التي تدمر كيانها المعنوي وتدمر كيانها المادي. هذه خلاصة الخلاصات. لا يمكن الأمة التي تعطل عقلها، هذه النعمة الكبرى اللي أعطاها ربي سبحانه لازم تكون حاضرة، ولا لا تهتدي بهدي الوحي. وبعدين تصرف فتن منذ قرون ولا نزال نعاني إلى الآن، ولكن تتنوع الفتن، هذه الشروخ التي تقع في حياتنا بهذا السبب. هذا هو السبب. قدرة إرادة علم الحياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. الله عز وجل سميع بصير. اسمع الآية الآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه في سورة الشورى، شفوا عليها الآية 11، سورة الشورى الآية 11. سمع كلام بصر، سميع بصير، ذي واجبات، معنى يجب إثبات هذه الصفات لله جل جلاله. الخاتمة. وأكيد باللي عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه يبدا كتابه أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد، علاه باش العقيدة إذا كانت سليمة صحيحة قوية يكون صاحبها مهيئا لاستقبال أحكام الشريعة، وإلا فلا. لذلك القرآن المكي ركز على أصول الدين، على الإيمان. الإيمان والإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وتطبيق بالجوارح والأركان. هذه حقيقة الإيمان. ثلاث حوايج لازم التصديق يكون بالقلب ذو قول، وإقرار باللسان ينطق بالشهادتين وينطق بكل ما يوافق إيمانه وعقيدته الصحيحة، وبعدين وتطبيق بالجوارح والأركان. هذه هي حقيقة الإيمان. أشار القرآن الكريم في آية كثيرة، منها في سورة الجاثية الآية 18 ربي قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا يمكن أن تطبق الشريعة في غياب العقيدة، لا يمكن. والإنسان سيحتال على العقيدة، على الشريعة، وكي نقول سيحتال لازم نميزوا بين، كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات في الصفحة 140 الجزء الثالث الصفحة 140 المسألة العاشرة اللي بغى يوثقها، كتاب الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي الجزء الثالث الصفحة 140 المسألة العاشرة، يقول فتح القوس: النظر في المآلات معتبر مقصود شرعا. لازم النظر في المآلات معتبر مقصود شرعا. المآلات تاكين في العقل كاف انت فاهم تقدر تحزف يتحزف كاين الا وسع الا وزك الا وزكا تولي غير زدات تولي اللي كان زدات الا قادرين انت كنتي قال لي مولاش لا. لذلك امر العقيده يخلي الانسان ينضبط بضوابط الشريعه. في المسائل الخلافيه اذا اختلف الناس فلا حرج، ولكن نقول لكم واحد يحتال على الامور القطعيه. اما المسائل الخلافيه فالامر في ذلك في الامر ساعه. وطبعا ابواب الفقه ان شاء الله سنشرح ذلك ونوضحه. الى هنا ينتهي لقائي معكم اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.